عندنا علامه قف وعندنا علامه ديال ممنوع ندوروا على اليسار، يعني لازم اننا نوقفوا حتى يدوزوا. باش نزيدوا اخوتي نتغلبوا على الخوف من السياقه، انا كنعمل لكم هذا الدرس هذا اللي عادي يخليكم ان شاء الله الرحمن الرحيم من هنا لقدام ما كاينش شي حاجه سميتها الخوف. ودابا ان شاء الله غنسوقوا حنا في الشتاء. اشنو هما الحوايجات اللي خصنا نتخذوا والاحتياطات اللي خصنا نتخذوا باش نحيدوا المشكل ديال السياقه والمشكل ديال الخوف من السياقه، وسيرتو في الظروف اللي كتكون صعيبه بزاف. تابعوني لاخر فيديو وغنوريكم الطريقه اللي كنسوقوا بها وحنا غاديين في الشتاء والاحتياطات اللي كناخذوا فيهم. نقولوا بسم الله. انتبهوا اخوتي معايا. اول حاجه السياره ديالي هي ساكته، غنديماريو السياره ديالنا من بعد ما كنشوفوا لا باطا فيتاس واش خاويه. كنديماريو السياره ديالنا والسوي كلاس ديالنا هو خدام. غنتابعوا المستوى رقم 1. يمكننا نمشيو في هذه الحاله بضواو التقابل، وحتى الا كان عندكم في السياره الضوء الضبابات القدام ماشي مشكل، تقدروا تستعملوهم. الا ما عندكمش ماشي مشكل. نهبطوا الفران ديال اليد، نعملوا السينيال الجهه ديال اليسار كما كتشوفوا. كنشوفوا في هذه المرايه هذه انا واقف في لوطا ماشي واقف في العقبه، اذا ما نحتاجش انني نطلق لومبرياج هو الاول عاد نطلق الفران. انتبهوا معايا، شوف في رجليا كنطلق الفران ديالي طلقته، كنطلق لومبرياج بشويه عليا، ولكن قبل ما كنطلق حتى تنشوف في المرايه كما كنشوف دابا انا حتى يدوزوا السيارات اللي في الجنب ديالنا. كنطلقوا لومبرياج بلاتي علينا تدوز هاد السياره هادي. كنطلقوا بلاتي علينا، كنطلقوا غير لومبرياج بشويه بشويه. انتبهوا معايا شنو عندنا علامه قف وعندنا علامه ديال ممنوع ندوروا على اليسار، يعني لازم اننا نوقفوا حتى يدوزوا اللي جايين من اليسار ديالنا اللي غنعطيهم حق الاسبقيه، وواجب علينا نمشيو جهه اليمين. اذا غنعملوا السينيال ديال اليمين كما شفتوا، وغادي نشوف شكون اللي جاي في اليسار ديالي، وانا كنمشي الطوموبيل كنصدم على لومبرياج تلقى وكنفراني كنوقف السياره ديالي. انتبهوا معايا مزيان. باقين انا بالمستوى رقم 1 كنشوف شكون اللي جاي من الجهه ديال اليسار. انتبهوا هذيك السياره هذه السيارات مازالين بعادين، نقدر نطلق لومبرياج وندور الفولون ديالي بهذه الطريقه هذه ونعاود نرجعها لبلاصتها. دابا انا كنكسيري غنصدم على لومبرياج وغنعمل المستوى رقم 2، نطلق لومبرياج من بعد منه ونكسيري شي شويه. هانتوما لاحظوا شوفوا لي كوي ديال السياره ديالنا، هذاك لي كوي وصل رقم 2. اذا غنعمل المستوى رقم 3 بعد ما تكيت على لومبرياج، وكنطلق لومبرياج بشويه وكنكسيري وكنحاول ما امكن نحافظ على التوازن ديال السياره ديالي. هانتوما لاحظوا شوفوا الفولون ديالي انا ما شادش فيها، وهي الطوموبيله ماشيه بكل بساطه وبكل سهوله. نحاول نكسيري شويه، لي كوي ديالي مازال ما وصلش 2، اذا ما خصنيش نبدل مستوى السرعه للمستوى الرابع. اذا نحافظ على مسافه الامان بيني وبين السياره اللي قدامي، ونحاول ما امكن انني نشوف غير قدامي، ما نمشيوش شي بلاصه اخرى من غير قدامي صافي، ونحافظ على التوازن ديال السياره بهذه الطريقه هذه. انتبهوا معايا. من بعد ما كنشوف مثلا قدامي السيارات نقصوا السرعه، شنو كنعمل؟ كنصدم على لومبرياج والرجل الاخرى كتمشي للفران كما تشوفوا قدامكم في رجليا. انتم لاحظوا انا صدمت على لومبرياج ومشات رجلي للفران. انتبهوا معايا انا كنفراني بشويه بشويه، كنقص من السرعه ديالي بشويه بشويه. سائق السياره اللي في اليمين ديالي ما عندوش حق الاسباق حيت عنده ستوب. غنعمل المستوى رقم 2 وغنطلق لومبرياج ونكسيري بشويه عليا. بهذه الطريقه غنمشي بكل بساطه وبكل سهوله. اخوتي تابعوني حتى نقربوا نوصلوا ان شاء الله. غنوريكم دابا طوموبيلتي طلبت لي غنعمل لها المستوى رقم 3 من بعد ما عطاتني واحد الصوت. اذا انا طلقت لومبرياج وكنكسيري بكل بساطه وبكل سهوله. كنسوق الطوموبيله ديالي في الشتاء ما نخاف حتى من شي حاجه. نحاول ما امكن نخلي مسافه امان كافيه بيني وبين السياره اللي قدامي ونمشي بهذا الشكل هذا. دابا حاليا مازال طوموبيلتي ما وصل دوران المحرك ل2، اذا ما نحتاجش نعمل المستوى الرابع، انا غادي غير بالمستوى 3 مزيان. دابا من يوصل المستوى منين هذاك وصل ل2
نقدر نعمل المستوى 4، ولكن مادام انا في عقيبه صغيره بحال هكذا بلا ما نعمل المستوى 4 نخليها في المستوى 3، ما كاين حتى شي اشكال. انا عارف بان كاين الناس غيقولوا لي استاذ انت كتسوق وكتصور، انا كنقول لكم ما كاينش اللي كيصور معايا، كنصور بوحدي غير باش نتوما تستافدوا. نتمنى من الله ان هذه المساله هذه تاخذوها بعين الاعتبار، لان كون كنلقى شي واحد اللي غيصورني بالطريقه اللي خاصني انا كون راني صورت. اذا انتبهوا معايا، انا كنكسيري شويه، كنحاول نطلع النيفو ديالي. انا دابا وصل الرقم 2 هذاك اللي قوي اللي كتشوفوا قدامكم وصل ل2، والسرعه اللي ماشي بها 50 كيلومتر في الساعه، ما كنجريش بزاف، حتى الكسيراتور ما كنكسيريش بزاف. انتبهوا في رجليا شنو داير انايا، مخلي رجلي فوق لومبرياج، ما زطمش عليه وما محيدوش. علاش؟ لان باش كناخذ الاحتياطات ديالي. انتبهوا معايا انتم، شوفوا اخوتي، انا ماشي بكل بساطه وبكل سهوله، ما كاينش اشكال. انا مخلي مسافه امان كافيه بيني وبين السياره اللي قدامي. دابا نقدر نعمل المستوى 4، ما كاينش مشكل، نصطم على لومبرياج نعمل المستوى 4 بكل بساطه وبكل سهوله. انا عملت المستوى 4. انتبهوا انتم، شوفوا مستوى 4. انا كنمشي بهذه الطريقه باش تسوقوا الطوموبيل تحيد منكم الخوف. ما تبقاوش تخافوا من الطوموبيلات اللي بجنبكم ولا اللي جايين قدامكم، ما كاينش مشكل. انا غاديين حتى الفيراج ملي كنبغي ندور فيه كندور فيه غير بشويه، ما كندورش بزاف يديا. انتم لاحظوا، شوف يدي كندورها غير بشويه وكنحاول نرجعها لبلاصتها بهذه الطريقه هذه. انتبهوا معايا، شوفوا انتم، شوفوا الفيراج فين هو، كندور الفولون ديالي غير بلاتي وكنحاول نرجعها لبلاصتها. ما تخافوا حتى من شي حاجه، الطوموبيله كتمشي بكل بساطه وبكل سهوله. نقدر نزول يدي كاع من الفولون، ها يديا شتيوها، والطوموبيله ماشيه بكل بساطه. انا شفت في المرايه ديال اليسار ما كاين حتى شي واحد، هنا قدامي ماشي مزيان، حتى المرايه الداخليه انا كنشوف فيها ما كاين مورايا حتى شي حد. انا محافظ على التوازن ديال السياره ديالي بكل بساطه وبكل سهوله. نوصل شي ملتقى الطرق بحال هذا الملتقى هذا مثلا، واخا ما عندوش حق الاسبقيه، انا نزول رجلي على الكسيراتور ونقص السرعه ديالي ونكمل السير ديالي بكل بساطه. نتمنى لاحظوا معايا اخوتي قدامكم الطوموبيلات قدامي، مخلي مسافه امان كافيه بيني وبين السياره اللي قدامي. غادي بالمستوى رقم 1. ها انتم لاحظوا انا بدلت المستوى رقم 1 هنا، ودابا كنطلق لومبرياج بشويه وكنحاول نكسيري شويه وكنحافظ على التوازن ديال السياره ديالي. لاحظوا انني غادي في الجهه اليسار لان الجهه ديال اليمين فيها اشغال. نطلق لومبرياج ديالي ونمشي بهذه الطريقه هذه. لاحظوا معنا مزيان، انا ماشي وخلي مسافه امان كافيه. غنصطم دابا على لومبرياج وغنعمل المستوى رقم 3 من بعد ما طلب لي الموتور انني نبدل. دابا انا ماشي بكل بساطه وبكل سهوله، ما تخافوا حتى من شي حاجه. اللهم لك الحمد، كلشي ساهل، والحمد لله على هذه الرويه اللي روانا الله عز وجل بها. نتمنى لكم خوتي التوفيق، شكرا لكم، الله يجازيكم بالخير، ونتمنى لكم حياه طيبه. انا من بعد ما عملت السينيال ديال اليمين ورجعت للجهه ديال اليمين، بعد ما شفت في المرايه ديال اليمين شكون اللي جاي من الجهه ديال اليمين، عاد رجعت لليمين. خوتي والله العظيم الا كنبغي نعمل لكم فيديوهات اللي يسهلوا عليكم مأموريه. نتمنى يا ربي يكون التفاعل كبير، واي واحد عنده شي اعتراض او لا عنده شي اقتراح، مرحبا والف مرحبا. دابا نضطر نوقف، انا صدمت على لومبرياج والفران، كنفراني بشويه بشويه. هانتوما لاحظوا صدمت على لومبرياج وفران ووقفت السياره ديالي. هانتوما في الجنب ديال الطريق لاحظوا معايا السياره تجي في الاتجاه المعاكس. نقدر في هذه الحاله نعمل السينيالات ب4 ونخوي لابواطا فيتاس ديالي ونجر الفران ديالي بلا ما نبرك على هذا البوطون، نجر الفران ديالي وهنا وقفت السياره ديالي. كنتمنى التوفيق للجميع، شكرا جزيلا.